السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنشوف الروتين بتاعنا كده مع بعضينا. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركي في القناة، وكمان حطي لايك للفيديو ده على السريع، واكتبي لي كومنت كده على الصوت كده امور شبهك. ويلا نصلي على سيدنا النبي عشان ناخد الثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتوا كده شايفين من صوتي بردانة، ولما ببرد دلوقتي بقى صوتي بيروح، يعني دي تاني او تالت مرة كده ابرد بلاقي صوتي بيروح كده زي ما انتوا شايفين، مع اننا يعني في عز الصيف. بس منين ما العيال ياخدوا دور برد بقيت ببرد شبههم زي الاطفال. يعني دي حاجة انا مستغرباها بجد. وصوتي بيروح وبيرجع بعد ايه بخمس ست ايام كده. فالنهاردة قلت افتح بقى ايه الموبايل كده واقوم اصور واتشجع معاكم، وهنشوف بقى اليوم بتاعنا ماشي ازاي. يعني النهارده روتين بقى ايه للي صاحيه كده مفنيخه شبهي كده، وحاسه ان هي مش عايزه تعمل حاجه. فتعالي نشوف مع بعضينا يا اختي هنعمل ايه مع بعض. طبعا كنت صاحيه ولا عايزه افطر ولا اي حاجه، قلت اعمل كده ايه، كوبايه نسكافيه كده كده في الانجاز. ايه كده كده اللي قلتها دي مش عارفه. وكان عندي حته جاتوه كده، كان عندنا بقى حفله نجاح بقى ثانويه عامه كده، عقبال يا رب تفرحوا كده بكل ولادكم يعني. فاحنا مروحين الصراحه يعني فاجئونا بعد ما اتغدينا وكل حاجه الصراحه، وكانوا عاملين الواجب بزياده. ادوا ايه كل واحد هو مروح علبه جاتوه وعدد افراد اسرته. فايه طلعت القطعه بتاعتي بقى، قلت اكلها كده مع شويه نسكافيه. ال- الجاتوه الصراحه بتاع الصعيدي ده فوق الممتاز، تحفه جدا. فالمهم هنا ايه يعني قلت اخلص بقى. طبعا زي ما احنا عارفين لازم اشغل ايه على الصبح الغساله الشقيانه بتاعتنا. طبعا شغلتها، احنا عارفين الصيف وكل شويه بيبلوا في الهدوم مش عارفه ليه. يعني يا اما يعرقوا، يا اما عليهم عرقانين ميه مع اني مشغله كل المراوح. يا اما الاقيهم بقى بيدخلوا كل شويه يغسلوا ايديهم ويطرطشوا كل الهدوم. فانا يوميا حرفيا بغسل. وزي ما انتوا شايفين كده لازم اشغل الغساله بتاعتي على الصبح بدري، وبعد كده ايه اروح اشوف اليوم بتاعي. عماله بقى اقول يا بت النهارده نتغدى ايه، يا بت النهارده نتغدى ايه، ملقتش اسرع من البيتزا. ولا بقى مكرونه ولا حلل ولا رز ولا طبيخ ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم يعني اول مره اجيب الدقيق ده وقلت اجربه، ده دقيق مخبوزات، هو اغلى من الدقيق العادي، بس الصراحه الدقيق العادي مقصرش. يعني دقيق الضحى مقصرش معانا عشان نجيب مثلا من الدقيق ده يعتبر اغلى منه. بس انا ما لقيتش دقيق الضحى فقلت اجيب دوت، بس يعني هو. انا بصور لكم طبعا الفيديو ده بعد يعني ما اتغدينا، بس هو طعم العجينه كأنه دقيق عادي. وكنت جايبه خميره سايبه كده اول مره اجربها برضو طلعت تحفه جدا. واهم حاجه تركايه في عجينه البيتزا، يعني حابه اقولها لكم، اللي انت تحطي زيت زيتون. زيت الزيتون يا جماعه بينقل العجينه في حته تانية، بيخليها طريه مهما كان بقى نوع الدقيق اللي انت عاملاه. بيخلي العجينه طريه معاكي، بيخلي العجينه هشه مش ناشفه، بيديها طعم كده. فانت ايه، حطي زيت الزيتون كده وبحبحيها. وما يهمكيش يعني هي اكليه بتبقى مره في الشهر ولا مره كل فين وفين. فعايزه اقول لك زيت الزيتون تحفه. يعني هنا اعتبر حطيت 3 ارباع كيس الدقيق، عليه كوبايه ونص من الميه، عليه مثلا شويه زيت زيتون كده بتاع معلقتين ولا حاجه. وهقعد اعجنهم. اي نعم اتبقى مني شويه دقيق في كوع الكروانه، بس انا مش هزود ميه عشان ما تعجنش مني. هقعد بقى اعجنها دب 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 لحد ما هتلم كل الدقيق بتاعها. هنشوف دلوقتي مع بعضينا. يعني ما حبيتش ولا اقطع الفيديو ولا مثلا اوقف الموبايل وارجع اكمل عجن عشان تشوفوا اللي هي هتتلم كلها كده معايا. انا الصراحه يعني بجد كل اللي بياكل عندي بيتزا بينبهر بطعمها. هو السر في زيت الزيتون. وانا من موقعي هذا بقول لاختي اللي دايما تشكر في البيتزا بتاعتي، ادخلي اكتبي لي كومنت حلو وقولي للناس قد ايه البيتزا بتاعتي طعمها حلو، للخمسة ستة جمهور اللي بيتفرج عليا. بجد جربوا حطوا فيها زيت زيتون مختلف خالص عن زيت الذرة بجد وعلى ضمانتي. وجربوه وقولي لي رايكم في الكومنتات. المهم انها قعدت اعجن دب 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 زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بس الصراحه كنت عماله بعجن على الرخامه. فالصراحه يعني كتفي وجعني. انا في العادي بقعد في الارض، بس قلت ايه عشان اصور لكم وكده. بس في العادي حطي كروانتك يا اختي على الارض واقعدي عجنيها ودبيها، وكل ما تعجنيها ايه تطلع معاكي كويس. عايزه اوريكم العجينه هي بدات تلم وقد ايه طريه ولمت وبقت جميله جدا جدا ما شاء الله. وطبعا احنا الجو حر فمش مستاهله ان انت تدفي الميه يعني. بتستخدمي ميه عادي جدا من الفلتر او من الكولمان، يعني دي زي ما انت بقى شوفي تحطي ميتك فين. وبتظبط معاكي الخميره يعني. وكمان ما بتقعدش وقت كبير قولوا معايا عقبال ما اسمها ايه، اللي هي عقبال لما بنغطيها كده، يعني عقبال ما بتتخبز، فاهمين قصدي؟ يعني ساعتين ثلاثه كده بتلاقيها ايه العجينه اتظبطت وبقت مية مية. المهم هنا كانت بقى دودو عماله بتلعب، مطلعه كل الالعاب بقى وعماله تلعب. قالت لي بقى ايه يا مامي تعالي صوريني، يعني عشان جمهورها بقى يشوفها، اللي هم برضو ايه خمسة ستة بيتفرجوا علينا. فهنا كانت
عماله بتعمل في الحصان ومتحمسه جدا جدا وهي بتعمله، عماله تعمله بسرعه يعني مستربعه، عماله اقول لها يا بنتي بالراحه على مهلك، الدنيا مش هتطير وهي مستربعه بقى، فاهمين قصدي؟ بس بيحبوا قوي لعب الفك والتركيب دي. بس عايزه اقول لكم اللعب دي بجد لو ما احتفظتوش بيها، يعني بعد ما يلعبوا على طول تشيلوها، هتحسوا اللي هي خلاص كده باظت، لان كل حته فيها جزء صغير وفيها مسامير صغيره. يعتبر دي كل المسامير انا مجمعها لها كده في زي بيضه بلاستيكه كده بتتقفل، علشان المسامير لو اتنطرت خلاص هي مش هتعرف تركبها. يعني عندها لعبه تيركس، كانوا 2 تيركس كده اللي هم الديناصور الصغير دوت، في واحد فيه يا دوبك 3 مسامير بس ضاعوا، خلاص كده باظ مش عارفه تركبه لان المسامير ايه هي اللي ماسكاه. بس بتكون لعب جميله، كنت جايباها من فتح الله بس على فترات، حصان بقى، مش عارف، التيركس اللي قلتلكوا عليه شكل غزاله، حاجات كده هوت. بتكون لعبه مسليه وبعدين بتشغل دماغ الاطفال. هي تركب واختها تقعد تفكها، هي تركب واختها تقعد تفكها، يعني يقعدوا بقى طول اليوم يزعقوا مع بعضيهم. انا خلاص ركبتها وبلمها والتانية تقول انا بحب افك بحب افك، فبسيبهم مع بعضيهم، وباجي اخر اليوم بلم انا اللعب دي. ودايما عامله لهم مكان مخصص كده في البلكونه يقعدوا يلعبوا فيه، آه عشان يكون سهل اللم، مثلا مش في الصاله مثلا، ولا حاجات نزلت تحت الكنبه بقى وتحت الكراسي واقعد ادوخ عليها، لا يا اما بلعبهم يعني في البلكونه، يا اما بيكون فوق السرير عشان حاجه اقدر المها. يعني خلاص بدات تركبه اهيت، وكانت فرحانه قوي ان هي ركبته، ولا انا يعني صورتها. دايما بحب ان انا يعني افرحها لو حاجه كده بسيطه. بس هنا كانت بتوريه لكم كده قد ايه بقى ركبته بقى، هتقعد بقى تتمشى بيه كده اهوت. وبعد كده ما خلصنا اللعب سبتهم بقى هم يكملوا بقى براحتهم، وقلت ادخل على المطبخ تاني اشوف بقى العجينه. هنا كنا مثلا خلاص بعد العصر بقى، فيا دوبك بقى جاعوا عشان كمان كلنا كنا ما فطرناش، يعتبر كلهم برضو كلوا حته الجاتوه ديت، يعني كل واحد كل حته وخلاص. فهنا قلت ادخل اعمل الغدا بسرعه، مش لازم نتغدى على بالليل زي كل يوم. فعايزه اوريكم بصوا العجينه قد ايه كانت جميله بجد ما شاء الله. جربوا بجد زيت الزيتون يا جماعه، كل شويه اقول لكم زيت الزيتون زيت الزيتون. بس هبدا بقى اللي انا افرد كده، هبدا بالبيتزا بتاعتهم الاول لان بحب اغديهم هم الاول، او على الاقل يكونوا مثلا بدأوا في الغداء قبل ما انا اقعد اكل، عشان لما بقعد اكل خلاص بيكون ما عنديش طاقه بقى ان انا اقعد ادي في دي ولا سايس في دي ولا اكل دي، لا بحاول ابدا مثلا اكلهم ولا القطهم في الاكل قبل ما اتغدى. فالمهم انا هبدا بالبيتزا بتاعتهم. عايزه اقول لكم مفرش السيليكون طبعا طبعا لا غنى عنه، ولو انها هتكون العجينه جميله معاكي لو جربتيها بطريقتي هتتفرد معاكي بالايد في الصينيه، يعني مش محتاجه نشابه. ولا بصوا فرشت لها دقيق على النشابه ولا في المفرش ولا على العجينه ولا اي حاجه. بصوا ازاي زي الزبده، آم، يعني جميله ما شاء الله. ولا بقى عم شلتت بقى بتاع الفطير بقى يعني مع احترامي، ولا بقى مع اكبر بقى واحد بتاع بيتزا. بصوا عجينتنا عامله ازاي. المهم هنا كنت بفردها كده. هو طبعا بيحبوا بقى بالذات في اكلهم ليهم تفاصيل معينه، لازم تكون العجينه رفيعه، مش بيحطوا ولا فلفل ولا طماطم، مفيش خضار خالص ينفع احطه لهم. هتشوفوني بعملها لهم ازاي، نقطه كده صلصه طماطم على شويه بسطرمه على خفيف خالص، يعني هي بتبقى بيتزا فاضيه انا مسميها البيتزا الفاضيه، على شويه بسطرمه صغيرين ومش عارف هما بيحبوا ياكلوها كده، مع ان الاول هما صغيرين شويه كانوا بياكلوها عادي مليانه خضار وبتاع. بس بقى لما كبروا احنا عارفين ان العيال بتبقى مقرفه بقى، كل واحد يقعد يقولك على طلب معين، فبعمل لهم حاجه هما الاتنين يرضوا ياكلوها. يعني كانت الاول واحده بتحب الطماطم، واحده ما بتحبش الطماطم بتحب الفلفل الكوبي، فكنت بعمل صينيتين صغيرين. دلوقتي بقيت بستسهل ولا طماطم بقى ولا فلفل، بعملها لهم كده في صينيه واحده، اقطعها لهم مثلثات يقعدوا ياكلوها قدام التلفزيون، عقبال مكمل انا يعني بقيه الغدا. وعايز اقول لكم يعني الجو فعلا كان النهارده حر وفرهده، ومع زوري بقى الحريق ده وصوتي اللي رايح، فما كانش عندي استعداد خالص ان انا اعمل مواعين ياما بقى وشغل الزروطه ده. فالمهم هنا كنت عايزه اقول لكم كمان على الجبنه اللي بستخدمها لاصدقائي يا جماعه، ممتازه جدا جدا. ولازم تشوفي اللي هي 100% جبن طبيعي، عشان فيه بتبقى مكتوب عليها انالوج. الانالوج دي بتكون زيوت نباتيه. الاصدقاء بتكون غاليه شويه، بس زي ما قلت لكم هي اكله مثلا بنعملها مره في الشهر ولا كل فين وفين. فيعني يعني نجيب جبنه مثلا غاليه شويه بس بيكون طعمها كمان جميل جدا، ومهما اتجمدت معاكي في الفريزر او قعدت فتره كبيره بتطلع برده مفرفره وتحفه جدا جدا. وطبعا انا من الناس يعني اللي مش بحب شغل بقى البسطرمه واللانشون والكلام ده، على طول بعمل باللحمه المفرومه، يا اما اعمل بيها صدق بتتبيله الصدق اللي هي عملتها كذا مره معاكم في القناه. تجيبي لحمه مفرومه عليها توابل صدق عليها بابريكا وبصبحها كده، وساعتها هنا في الفريزر اقطع منها رفيع كده تبقى كأنها صدق بالظبط، او اسويها وبرضه اعمل بيها بيتزا وهو الصدق مستوي، او اعمل بيها بسطرمه، يعني اللحمه مفرومه اعمل بيها بسطرمه.
اللي هي برضو قولوا معايا شويه اللي هي الحلبه المطحونه وشويه ثوم مطحون وشويه برضو بابريكا وتوابل لحمه وايه، وبفردها كده بالنشابه حتت حتت صغيره في الكيس، واقطعها مربعات واطلعها برضو من الفريزر، ابدا اللي انا اعمل بيها بيتزا. بس الصراحه ما كانش عندي لحمه مفرومه خالص، فجبنا ربع بسطرمه وقلنا نقضي بيه الغرض. بس في العادي يعني طبعا 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 حاجات اللي تعملها في البيت احسن من اللحوم المصنعه بكتير. المهم هنا كانت البيتزا بتاعتهم خلاص خلصت واستوت، وبرده مش بيحبوا ان انا احط لهم على الشوايه، لو لقوا بس الجبنه لونها محمر كده شويه ما ياكلوهاش، فبرضه بقيت بستسهل اسويها لهم بس. وطبعا القطاعه دي في حاجات رفيعه كده تحفه، يعني القطاعه دي برضه حاجه تحفه جدا جدا. فبس هي كانت سخنه باين على ايديا، كانت لسه طالعه، بس بجد كانت طريه وكان طعمها تحفه جدا. المهم بقطعها لهم مثلثات كده صغيره عشان ياكلوها براحتهم وتبقى على قد بقهم، و يقعدوا بقى يقزقزوا فيها وانا اكمل البيتزتين التانيين. وعايزه اقول لكم كميه الدقيق اللي انا عملتها دي يعتبر عملت صينيتين بيتزا دايره وصينيه مستطيله، يعني تعملي بيها بيتزايه كبيره وبيتزتين دواير. هنا برضو كنت هعمل البسطرمه البيتزا بتاعتنا، سوري كنت عايزه اقول لكم البسطرمه دي جايباها من بيت الجمله، تحفه جدا. يعني جربت بقى من فتح الله وجربت من كذا حد وكذا يعني بقال، بس بيت الجمله يا جماعه تحفه جدا. بجيبها هنا من العجمي، يعني لو حد من العجمي يجيب من بيت الجمله اللي هو في العجمي، تحفه تحفه في البطوش، تحفه جدا، رفيعه كده وناشفه. في بسطرمه تجيبيها بتكون تخينه كده هوت، وتحسي اللي هي اصلا حتتين كده، ربع كيلو حتتين بالعدد من كتر ما هي تقيله وطعمها ني. لكن دي الصراحه رفيعه وريحه البسطرمه فيها حلوه وطعمها كمان حلو، وما فيهاش بقى الوبره ولا فيها الكلام ده. دي تاني مره اجيبها من بيت الجمله، الصراحه خطيره. حبيت يعني اللي انا اقول لكم، علشان لو عايزين لو حد يعني جنبه بيت الجمله او حاجه، دايما لما بحب اجرب حاجه جديده احب اللي انا اقولها برضو لحبايبي هيستفادوا كده معايا. هنا طبعا كنت بحط البسطرمه وما عنديش برضو طقطان اللي انا اطلع التوم قوي، فكنت بعمل زي ما انتم شايفين. طبعا البسطرمه المخليه بتكون احلى بكتير، بس هي بتكون اغلى، فبجيب برضو ام توم اللي يطلع معايا حته تومه بقى يبقى يطلعها من الاكل قبل ما ياكل. المهم هنا هعمل معاكم البيتزا. بس طبعا بعتذر عن صوتي اللي رايح دوت، فان شاء الله الفيديوهات الجايه يكون صوتي اتحسن. عايزه اقول لكم يعني صوتي لما بيروح بكون متعصبه اصلا مش قادره ازعق. انا في العادي بحب ازعق، فلما صوتي رايح بحس صوتي تخين، فلو بكلم اي حد حتى لو حد مثلا في الشارع بكلمه بحس ان انا كاني بشخط فيه، فبكون بقى ما اقل ودل عشان ما اقعدش اتعب كمان حنجرتي. انا بقى البيتزا هنا اهوت كنت بعملها زي ما انتوا شفتوا كده، وبحط بسطرمه عليها زيتون، هو الشرايح دوت، وشويه كده قليل من الطماطم، شويه فلفل رومي، شويه بحط البصل برضو بيديها طعم حلو قوي. واخر حاجه بحط جبنه موتزاريلا، وساعات بحط يعني جبنه موتزاريلا عليها تركي، كل واحد حسب ما بيحب. انا بحب برضو جبنه موتزاريلا عليها جبنه تركي. بس كده هوت هبدا ان انا احطها وهعمل معاكم التانية، بس هحاول التانية بقى مصورهاش عشان ما تملوش مني يعني. وبس كده. اكتبوا لي في الكومنتات بقى لما بتكونوا بقى يعني يوم مثلا مش في المود او حاجه بتعملوا غدا ايه اسرع غدا بالنسبه لكم. انا اسرع حاجه بالنسبه لي اللي هي حاجات النواشف، يا اما بيتزا يا اما تلاقيني بعمل برجر، يعني حاجات ما فيهاش مواعين ياما. كل واحد حسب ما بيستسهل، في ناس مثلا بتستسهل هي تعمل سمك، في ناس بتستسهل اللي هي تعمل مكرونه. بس انا مش يعني انا بالنسبه لي انا اعمل مواعين قليله، ده كده بالنسبه لي انا انجزت في الاكليه. في ناس بالنسبه لها العجن بقى والخبز والحاجات دي ملل، يعني كل واحد على حسب بقى. هنا المهم كنت بعد ما خلصت كده بحط في الاخر رشه زعتر ورشه فلفل اسود، برضو بتديكي فليفر حلو قوي، الفلفل الاسود مع الزعتر. وفي ناس بتعجن العجينه بالزعتر، بس انا مش بحب اعملها كده عشان العيال عندي مش بيحبوا طعم الزعتر، فبحط فوق الوش. لكن الزعتر مفيد جدا وكمان بيدي طعم جميل جدا. ودي البيتزا التانية هي اللي هي كانت مستطيله، حطيتها بس قلت احط هنا معاكم الجبنه. عايزه اقول لكم بصوا الجبنه ازاي ما شاء الله مفرفره جميله، مهما حطيتها بصي في الفريزر في جبنه تانية بتطلعيها بتحس ان حته عجينه كده هو، لكن دي مفرفره وكمان طعمها حلو. اي حاجه الصراحه من الاصدقاء تحفه. الجبنه القريش برضو بتاعتهم تحفه جدا جدا. دايما بجيب جبنه موتزاريلا وجبنه قريش الاصدقاء. بس مجربتش منتجات تانية الصراحه، بيبقى في جبنه برضو مالحه، سوري، جبنه بيضه عديمه الملح كده، بس مجربتهوش. بس لو جربتها هنا هقول لكم عليها. بس كده هنا كنت خلاص بخلصت تاني بيتزا وهسويهم، وطبعا كنا جعانين مقتولين، فما كانش في وقت ان انا اصورها لكم بعد ما طلعت. فبس كده ان شاء الله بقى يعني سويتهم ومعرفتش بقى ان انا زي ما قلت لكم كده افتح بقى الموبايل تاني بقى، كنت خلاص بقى هلكت. فبس هو ده كان الروتين بتاعي النهارده، وده اليوم كان بتاعي النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا اتسليتوا معايا،
واشوفكم ان شاء الله مرة تانية في فيديو جديد على خير. وزي ما قلت لكم يكون صوتي راجع بقى عشان ما بقاش بجعر كده في الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد وان شاء الله في رعاية الله. مع الف سلامة، باي باي.